هلا وهلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اشتاقت لكم كلش هواية حبايب قلبي. جيت وياكم فيديو جديد، وبلش هذا الفيديو من الليل. هنا جتني وصيت خالتي جابت لي هذه الرجلين، فهنا سويت اني غسلتهم مثل ما شفتوهم شلون كانوا، وظليت اجلف بيهم. اول مرة حكيتهم بالسكينة وبعدين غسلتهم، وبعدين آخر شي نقعتهم بخل حتى أتأكد من الزفرة مالتهم تطير. بالنسبة إلي أول مرة أجرب هاي الأكلة، أو أول مرة أسويها، يعني أنا لا يم عيالي مسويتها ولا يم أهلي مسويتها، فأول مرة بالبيت مالتي أسويها. بس كلش طيبة وكلش مفيدة، مثل ما تعرفون أنا زوجي مريض فوصفوها إليه، فكلش مفيدة، وخاصة يعني للنساء مفيدة، بيها كولاجين للبشرة، فكلش مفيدة. بنات جربوها وراح تحبونها بهاي الطريقة، وكتبولي بالتعليقات إذا جربتوها بهاي الطريقة. فهنا مثل ما تشوفون أنا منقعتهم بالخل. بلشت هنا خليت شوية دهن حتى أحمس بيه البصل. هاي مثل ما تشوفون قدامكم الطريقة كلش واضحة. هنا راح أحمس البصل والدهن، وأنا هناك منقعتهم. بنات إذا وصلتوا وياي لهنا أتمنى ما تنسوني من اللايك والاشتراك والدعم للقناة حبايب قلبي. أتمنى هذا الفيديو يصعد، وأتمنى مشاهداته تصعد مو مثل الفيديو اللي قبله. وحابة أرحب بالمتابعين الجدد، كل الهلا بكم حبايب قلبي، نورتوا قناتي. وحابة أقول للأخوات والصديقات حبايب قلبي شكرا على كلامكم الراقي مثلكم. هنا بعد ما انحمس البصل قدامكم، هنا صفيتهن وغسلتهن بالمي الحار من الخل. زين حبايب بنات جربوهم بهاي الطريقة وكتبولي. هنا مثل ما تشوفون قدامكم أنا رحت أجيب التوابل لحد ما البصل يذبل بهاي الطريقة. سولفولي بنات فرشتوا شتائي بعدكم؟ أنا بالنسبة إلي من هذا الفيديو بلشت أفرش شتائي. فأول شي بلشت بيه هو تنظيف الاستقبال، نظفتها تنظيف كلش عميق، وصارت النتيجة تجنن. هسه إن شاء الله خليكم مستمرين ويا الفيديو وراح تشوفونها، وهواي أشياء بيها غيرت وكلش حلوة طلعت تجنن. فأول شي بلشت قلتلكم الاستقبال، فأني بلشت بالبيت إن شاء الله غرفة غرفة أسوي لحد ما يكمل إن شاء الله، حتى ما يتراكم علي وما أضايق نفسي، ما مستوازية ولا مستعجلة. سولفولي انتم فرشتوا بعدكم؟ اكو بيها هواي فرشة وبنات، من خلال يعني ما افتح بث مباشر واسولف وياهم، اكو بيهم فرشة واكو بيهم لا. هنا أنا اجيت حمست البصل، شفت البصل ذبل يعني مو استوى ذبل. فايش راح اسوي؟ راح اخلي الرجلين راح اخليهم بالجدر. هاي مثل ما تشوفون راح اصفتهم بهاي الطريقة. شوف النظافة مالتهم والله العظيم بنات، والطعم مالتها طلع يجنن، والريحة مالتها تخبل. هنا هاي مثل ما تشوفون راح اخليهم يحمسون ويا البصل. بلشت هنا بس احسهم شوية لوح النار. ايش راح اسوي؟ راح اخلي التوابل. هنا راح اخلي التوابل الصحاح. اول مرة خليت 3 ورقات مال غار، هاي مثل ما تشوفون حتى الورق الغار يسحب الزفر. وبعدها ايش راح اخلي هيل ما مطحون، راح اخلي هماتين 3 حبات، هاي مثل ما تشوفون. هنا أنا خليت فلفل اسود حار، مو كلش حار بس هو مخلوط هذا الفلفل. زين حبايب اخلي فد كمية زينة مثل ما تشوفون، وراح اخليهم يحمسون سوا. هنا الفايدة انه يعني تنطفد عطر كلش طيب، وتنطي طعم يجنن للأكلة. هنا أنا خليت نوم وبصرة مطحونة. زين حبايب خليت ثوم مطحون، هاي مثل ما تشوفون، وخليت بصل مطحون. وبعد شنو راح اخلي هنا بابريكا حمرة باردة، هاي مو حارة باردة. وراح اخلي كركم. راح اخلي كاري.
وراح أخلي 7 البهارات المشكلة، هاي بهارات الجدر، هاي مثل ما تشوفون قدامكم. بعدها راح أقبق الجدر أخليهم يتعرقون وأرجع لهم. شوفوا رجعت لهم لقيتهم يعني حسيت البصل لشع جوه، فبلشت قلبت بيهم تقليبة تقليبتين، هاي مثل ما تشوفون قدامكم. صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ما خليت مثل ما تشوفون رحت أجيبن هنا مي حار. هنا أخلي مي حار مو مي بارد، لأن المي بارد إذا خليتها راح تكب، فأنا شو أخلي لها؟ راح أخلي مي حار مثل ما تشوفون قدامكم. راح أخلي المي الحار نسبة الكمية اللي يغطيها، وحتى أشوفها هنا إيش راح أسوي؟ راح أخليها على النار، وبعدين من أشوفها قامت تفور أنص النار أخليها تستوي براحتها. مثل ما قلت لكم أنا هاي طبختها يعني العصرية كلش الثاني يوم غدا، يعني مو بالعشاء كناها، لا ثاني يوم بالغدا كناها، بس طبختها من الليل يعني حتى ثاني يوم لين عندي شغل، فقلت أخلص من غدايا من وقت حتى ثاني يوم أبلش براحتي أشتغل، ما أهم للغدا. هاي مثل ما تشوفون خليت المي الحار كمية اللي تكفيها، وراح أقلبها وأقبق الجدر، أخليها على نار عالية أول مرة وبعدين أنص النار عليها. هاي مثل ما تشوفون حبايب قلبي. هنا أنا اجيتها شفتها تفور بنات، الريحة مالتها تجنن. شوفوا شلون صارت حلقوم، والله العظيم ذايبة ذوب، والريحة مالتها تجنن. سهمنا وسهمكم ألف عافية. بالليل جت الحبشكلات مال التعلولة، هاي مثل ما تشوفون جايبلنا حلويات خطية وهذي، وجايبلنا هماتين أجبان. بعدها ثاني يوم صبحنا الصبح وأصبح الملك لله. هنا سلقت بيض وقمر مال عرب، تريقنا أنا وزوجي. سهمنا وسهمكم ألف عافية. لين عندي روتين، فبلشت بروتين بتنظيف الاستقبال. تنظيف الاستقبال كان تنظيف كلش عميق، غسلت كل شي بالاستقبال ونظفته على حسب الأصول حتى بلشت أفرش بيها. أول ما تشوفون شوفت كمية التراب اللي طلعت، غسلت الشبابيك وغسلت الباب مالتها حتى أتأكد كل شي نظيف بيها. هنا أنا سويت الخلطة مالت المعتادة، شوية خل وقاصر وزاهي، وبلشت أجلف بهاي الطريقة. بعدها شوفوا شلون بلشت أشطف بيه. هاي مثل ما تشوفون شطفته كل الشبابيك حتى أنزل الزاهي بيهم وأنزل الأتربة. طلعت تراب يعني فشي فظاعة التراب طلع لي من يمهن. بعد ما خلصت هذا الغسل مالتهن كله، بلشت هنا أنشف بالوصلة اليابسة. هاي مثل ما تشوفون حتى أتأكد كل شي بيهن صار نظيف وكل شي بيها صار يلمع. وبهاي الطريقة بلشت أمسح بالجامات. شوفوا ليا شلون صار تلمع. بلشت التنظيف قلت لكم كل شي بالاستقبال. هنا أنا اجيت النقط الكهرباء، نظفت السبلت هماتين، سعفت الحايط، كل شي بالاستقبال نظفته تنظيف يجنن. بعدها شوفوا شباكي شلون صار يلمع. شوفولي ورا ما كملت هواي أشياء ما صورتها وياكم. شوفولي الاستقبال ايش قد تطولني من 10. البردة ذيك بدلتها، حطيت هاي البردة. شنو رأيكم بيها؟ كتبولي رأيكم، يهمني كتبولي إياه بالتعليقات. شنو رأيكم بيها؟ كوشات مال تخم هماتين بدلتهم. المفارش اللي على الطبلات هماتين بدلتهم. شنو رأيكم في هاي الساعة الجديدة؟ حلوة. صورتكم اياها تصوير على كيف حتى تركزون بكل شي. ايش قد تطولني من 10؟ كتبولي النسبة بالتعليقات خلنا نشوفن. هاي أول شي بلشت بيه هو الاستقبال، والحمد لله والشكر كملتها. أحس نفسي ارتاحيت من الاستقبال. بعد إن شاء الله البيت شوية شوية يومي أسوي فد شي. شوفوا الجمال مالتها، طلعت تجنن ولا غلطة. هاي فرشة مالتها أنا هماتين منسقتها بلون التخم.
شنو رأيكم بهاي الطبلة اللي سويتها حلوة؟ فرشتها أنا منسقتها بلون التخوم وبلون البرد، يعني كل شي بيها منسق. هاي مثل ما تشوفونها قدامكم حبايب قلبي. بعد ما خلصت من هذه التنظيفات نظفت البيت كله بس ما صورت. هنا أنا رحت للسوق، كان عندي مشتريات. هنا اشتريت هذا المفرش مال التخم، إن شاء الله من أشارككم بروتين الصالة راح تشوفونه. اشتريت هذا المفرش. هنا اشتريت هذه البوتيتا بنات كلش طيبة، واشتريت هذه الشامية هماتين، واشتريت صوصج هاي مثل ما تشوفون، وياي جبت أجبان هماتين. هاي كلش نحبها هاي الأجبان. وهنا أنا جبت بنات هاي القهوة، كتبولي من مجربتها هاي القهوة طيبة لولا هاي أول مرة أجربها، يعني أول مرة أجيبها، إن شاء الله راح أجربها. هنا أنا هماتين جبت حليب كنت محتاجة فجبته. هاي مثل ما تشوفون هذا وزن. جبت باكيت فانيلا وباكيت بيكنج باودر، هاي قدامكم واضح. رحت للسوق جبت الأشياء اللي احتاجيتها وأجيت جبت كركم، العفو جبت كاري، وجبت بهارات جدر، وجبت ثوم مطحون وبصل مطحون، وجبت هيل. هاي الأشياء اللي منقصتها أنا عندي، بس اللي منقصة جبتهم. هاي مثل ما تشوفون حبايب قلبي. هنا أنا جبت المعطرات مالاتي، هذا المعطر مال الجسم بنات، وهذا الشامبو كل زين للشعر يعني. بعدها جبت هذا الغسول بنات، هذا الغسول يجنن للبشرة، كلش ينطي يعني نعومة وتنظيف للبشرة كلش عميق. وجبت بنات هذا المرطب، كنا نعرف شتا. جبت هاي السنفرة هماتين للبشرة. جبت هذا البودر نوت أنا أستخدم. هذا المعطر الثاني. حبايب قلبي أتمنى كنت خفيفة الظل مو ثقيلة. أتمنى ما تقصرون وياي من اللايك، وأتمنى هذا الفيديو يصعد حبايب قلبي. شوفونا همتكم. هذا الدهن مال شعر هماتين جبته بنات، وجبت هذا العطر كلماتي يجنن، كلش ريحته طيبة. بنات وصلت وياكم من نهاية الفيديو حبايب قلبي، كلش أحبكم. ألتقيكم بحفظ الرحمن، أشوفكم بألف خير. باي.